عارفين إن يوحنا المعمدان هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ جميع الأنبياء قبل مجيء السيد المسيح تنبأوا عن المسيح المخلص، قدموا أحاديث ومواقف وأحداث عن المسيح المنتظر، لدرجة إن ما بقاش فيه سيرة وقتها غير مجيء المسيح. الكل مشتاق إليه والكل في انتظاره، وفضلت السما صامتة لمدة 400 سنة لغاية ما جه يوحنا المعمدان ليعلن انتهاء عصر النبوءات. ويوحنا المعمدان هو خاتم النبوة، لأن كل الأنبياء اللي قبله قالوا المسيح جاي، لكن يوحنا المعمدان قال هو قدامكم أهو. وبكده وبعد مجيء المسيح في عهد يوحنا المعمدان إحنا مش محتاجين أنبياء تانية. كل الأنبياء قبل يوحنا المعمدان كلهم شافوا وشاوروا من بعيد، أما المعمدان شاهد ولمس وقال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. ويوحنا المعمدان هو مجرد صوت، أما يسوع المسيح هو كلمة الله ذاتها. المعمدان هو الحد الفاصل بين وعد الله وتحقيقه، هو نقطة تحول في تاريخ الخلاص، هو آخر نبي وقف في العهد القديم. يوحنا المعمدان هو اللي وصل بالنبوة لقمتها، وده لما كمل رسالته قال ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنقص. يبقى هل من العقل والمنطق إن بعد ما وصلنا للعمل في النبوة للقمة نرجع تاني مع أي شخص يدعي النبوة أو يطلب التمجيد من أتباعه؟ ويوحنا المعمدان هو أعظم مواليد النساء، النبي المتجرد من كل حاجة علشان يتمم عمل النبوة ورسالته اللي عاش علشانها. يوحنا المعمدان الصوت الصارخ والقوي، صوت الحق اللي كلامه زلزل قلوب الكل، هو آخر الأنبياء وختمهم علشان تسكت بعده كل الأنبياء. كل الذبايح اللي قبل المعمدان كانت رموز ومجرد إشارات، وكل الدم اللي اتسفك كان شهادات، لحد ما أعلن يوحنا المعمدان إن الحمل معانا دلوقتي، والحمل ده مش هيغطي الذنب لكن هيرفعه على الصليب. وعلشان كده اتقال عنه هو ذا حمل الله اللي شايل خطية العالم كله. وانت كمان صلي معايا وقول يا رب ادينا قلب نقي زي قلب يوحنا المعمدان، قلب يعرف يشاور عليك مش على نفسه، ويفرح إن اسمك يكبر وإحنا نصغر. خلينا دايماً شهود للحق، مش بنطلب مجد ولا تصليق، لكن نعلن حضورك في حياتنا. علمنا نعيش صوت يوصل الناس ليك مش ياخدهم منك. ثبت إيماننا واحمينا من كل تعليم كاذب، وخلينا متمسكين بكلمة الحق يسوع المسيح حمل الله اللي شايل خطية العالم كله. والإلهنا المجد والعزة والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.